السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. والفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. كي غادير مع رمضان؟ عييتوا ولا مازال؟ ايوا، بما ان رمضان بدينا كنحسوا شي شويه بالعيا في الكوزينه. بغيت نقترح عليكم اليوم واحد الفطائر اللي كيجيو رائعين وكيوجدوا دغيا، ما كيشدوش اليد بزاف، كيجيو بنان بواحد الحشوه كتجي معلكه. ممكن ديري اي حشوه بغيتي، ولكن انا اقترحت عليك هاد الحشوه كتجي رائعه. غنبداو بالعجينه ديالنا. هي الاولى العجينه عندي 2 زلايف صغارين ديال الدقيق مع نص زلافه ديال الفينو. غادي ندير معاه معلقه صغيره ديال السنيده، اولا ممكن ديروا العسل مع هاد شويه الملحه دائما كتبقى على حسب الذوق. وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال سميتو الخميره. صافي، خميره، شويه الملحه وشويه السكر سنيده. وغنضيف واحد القياس ديال 3 المعالق يكونوا كبارين ديال الزيت. ممكن ديروا زيت الزيتون الا بغيتو، انا درت غير الزيت العاديه. هاد العجينه هذه ديال العجينه ديال سميتو البريوش العاديه. ممكن تجمعوها بالحليب، انا تنجمعها غير بالماء وكتجي زوينه. صافي، غادي نجمع العجينه ديالي. نحاول ما امكن العجينه ديالي تكون خفيفه، ما تكونش قاصحه، يعني تكون كتلصق هكا كما تشوفوا معايا دابا. انا كنعلكها وهي راه كتلصق في يديا ديال عجينه البريوش. كتكون فحال هكا، وخصها تلصق باش كيجيو خفاف وكيجيو رطبين، كيجيوش مدقسين ولا تقال ولا. صافي، تنعلكها واحد شويه بيديا، كنجمعها، كندهنها بشويه الزيت، كنغطيها بالسلوفان وكنخليها على جنب حتى كتختمر. هنايا درت واحد البصيله كبيبره شي شويه، درت عليها شويه ديال الزيت. ممكن تشحروها حتى بالزبده، هكا تخلطوهم بجوج، الزبده والزيت. صافي، كنبدا نحركها واحد شويه، غير كتبدا ليا بدات كتنزل واحد شويه. كنضيف عليها الصدر ديال الدجاج اولا الصدر ديال البيبي ولا الكفته ولا اللي بغيتو. انا قصرات عليكم الحشوه ديالي وكيبقى لكم الاختيار. الصراحه جات هاد الحشوه زوينه وجات معلكه. صافي، ضفت عليها داك شويه ديال الصدر مقطع رقيق، كنشحرو معاها واحد شويه. صافي، كنخليه غير كيتشحر واحد شويه، وكنضيف عليه واحد 2 الخيزوات يكونوا صغارين اولا وحده كبيره. انا هنا كانوا عندي 2. ممكن تضيفوا وحده تكون كبيبره ولا 2 يكونوا صغارين. العطريه غادي نضيف واحد نص معلقه ليبزار، نص معلقه ديال سكينجبير، نص معلقه صغيره بحال هذه اللي كنوريكم. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الاعشاب منسمه. ممكن ديروا حتى الازير. نص معلقه صغيره ديال الثوم بودر، والملحه دائما على حسب الذوق. يعني العطريه كما كنقولوا العطريه ديال الدجاج باينه، شويه الابزار، شويه سكينجبير، شويه الاعشاب منسمه والثوم بودر. صافي، وشويه المليحه. هنا كاضافه الاخرى غادي نضيف لي زيبيناغ القياس اللي كان عندك. انا كان عندي هذا القياس في الكونجيلاتور، كما قلت لكم كنشريها، كنغسلها مزيان وكنشفها وكنقطعها وكنديرها في الكونجيلاتور، ما كطرى لا حتى شي حاجه. صافي، ضفتها حتى هبطات. وفي الاخير هذا كاضافه الاخرى ضفت واحد 2 معالق هكايا كبارين الجبن ديال السطل. ممكن تضيفوا الفرماج مثلث، ممكن تضيفوا شي كريمه، لكم اختيار. انا كنفضل نعلك بالجبن، جاني زوين. وانتم لكم اختيار، انا كنقترح عليكم وكل وحده دير اللي عندها في دارها واللي كيعجبها كيعلك ليها زوين. صافي، خليت الحشوه ديالي كتبرد، دزت العجينه ديالي، كنخويوها من داك الريح مزيان، وكنبداو كنشكلوها بحال هكايا. كنشكلوها كرات يكونوا صغارين، ما يكونوش كبارين بزاف، حيت العجينه باقا شويه هي ماشي كتعاود تختمر ولكن كتزاد. كناخذ واحد الكاس القياس ديال سميتو كاس العنبه، كندير ليه الدقيق من تحت، وكنطراسي به بحال هكايا كما كنقول واحد البقعه في الوسط، واحد الخويه. ولكن انا ما عجبنيش هذا الكاس، ما عطانيش خاويه كبيره، عطاليا صغيره. خديت كاس اخر فحال هذا العصير،
درت له حتى هو الدقيق. هذا جا زوين. نتوما من الاحسن بداو بهذا من الاول، اولا بداو بالصغير وعاد كملوا خديت واحد صفر بيضه مع شي شويه الحليب، دوزتو غير على الجناب كما كتشوفوا في لا فيديو، غير على الجناب فقط. صافي تزين، اما ديروا الجرجلان ولا ديروا البافو ولا ديروا لكم الاختيار. انا درت شويه ديال الجرجلان الابيض في الجناب كما كنقولوا دائما تزين كيبقى اختياري. صافي وكناخذوا الحشوه ديالنا. هنا كان يطيح ليا التليفون. هنا البنات عندي ديك السيبورات هرسات وكنديبانيها بالسكوتش. ايوا كل مره كتبقى ترعد غير بوحدها. صافي هنا خديت الحشوه ديالي عمرت بهم دوك الفراغات اللي عندنا الوسط. هنا الفران كيكون سخون البنات. هنايا الموتزاريلا من الاحسن ما ديروهاش دابا. انا درتها دابا ساعه هذا تحمرات ليا. موتزاريلا خليوها هي الاخرات يطيبوا لكم الفطائر ديالكم، وديروا موتزاريلا غير تبرد وصافي وجبدوهم. من الاحسن ما ديروهاش فحالي، ما ديروهاش في الاول. صافي دخلت الطاوه ديالي الفران كيكون سخون حتى كيطيبوا من التحت، كنشعل عليهم من الفوق. يعني الطياب ديال الفطائر ديال القراشل ديال البريوش، الطياب العادي. هنا شوفوا موتزاريلا تحمرات ماشي بزاف غير شي شويه، ولكن من الاحسن تخليوها حتى الاخر. صافي كيطيبوا الطياب ديالهم عادي، كيجي على هذا الشكل، كيجيو محمرين، كيعطيو لوين زوين، كيجيو معلكين كما قلت لكم. يطيبوا من التحت عاد تشعلوا عليهم الفوق، كياخذوا حقهم في الطياب. كيجيو رائعين البنات، كيجيو خفاف هكا تبدلي بهم الطبيله ديالك ديال الفطور، وراه كيوجدوا في ساع ما فيهمش مقادير يعني تقالين. انا كما قلت لكم الحشوه ممكن ديروا اي حشوه بغيتو. شوفوا تبارك الله كنبرك عليهم كيفاش كيجيو مفشفشين. والسر ان العجينه تكون مطلوقه يعني مرخوفه، ما تكونش عجينه قاصحه، ما يجوش مدقسين. شوفوا تبارك الله كيجيو مفشفشين ومهويين وكيجيو رائعين. هنا واخا باقي سخونه نقطع معكم وحيده تشوفوها كيفاش كتجي معلكه وكيفاش كتجي من الداخل، كتجي رائعه. كنتمنى البنات تعجبكم الاقتراح ديال اليوم وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ديما كنبغي نشارك معكم الحاجه اللي زوينه وكتعجبني، وكنتمنىكم نتوما تجربوها. كنقول لكم بالصحه والراحه. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.